اهلا بيكم وفيديو جديد. هنعمل مع بعض النهارده احلى طاسه كبده اسكندراني ممكن تجربيها في حياتك. هنشوف مع بعض ازاي تطلع معانا طريه وجوسي ومش شاده كده ومجلده وناشفه. كمان يعني طعمها وطعم التتبيله في منتهى الجمال، نفس الريحه ونفس التتبيله والريحه اللي بتشميها في محلات الكبده بره واللي بتخليكي تجري كده وتشتري الكبده من بره. النهارده هنعملها في البيت بنظافه البيت وبنفس طعم الشارع بالظبط. تابع معايا الفيديو للاخر، بس ما تنسيش تاخدي زر اللايك معاكي وانت داخله. ويلا بينا نشوف الوصفه بتاعتنا. عندي هنا كيلو من الكبده كان في الفريزر، طلعته من قبلها بيوم، سبته في التلاجة من تحت علشان يبقى نص تفريز واعرف اقطعها. الكبده لو ما كانتش نص تفريز مش هتعرفي تتحكمي فيها اثناء التقطيع وتاخدي التقطيعه المطلوبه. طبعا الكبده الاسكندراني لازم تكون رفيعه جدا يا جماعه، ما تكونش سميكه. يعني زي ما هتشوفي التقطيع معايا دلوقتي. عايزه اقول برضو الكبده ما بتتغسلش، والموضوع دوت عليه جدل كبير. في ناس تقول ان لا انا لازم اغسل الكبده، انت حابه تغسليها براحتك، ولكن الكبده لما بتتغسل بتزفر. فانت حابه تغسليها اغسليها، مش حابه خلاص بتقطعيها بالمنظر ده شرايح رفيعه، رفيعه جدا. مش مهم تكون عريضه يعني، بس اهم حاجه السمك يكون رفيع. يعني شايفه الشريحه دي ممكن تقسميها كمان نصين، ما تخليهاش عريضه كده، ولكن سمكها المفروض ان هو يكون رفيع. طبعا بتصفيها من اي دم زياده وبتخليها على جنب، وهنبدا في تحضير التتبيله. عندي 3 قرون فلفل اخضر بلدي، وعندي المفروض لو الثوم فصوص كبيره خليهم 7 فصوص، لو صغيره خليهم يعني 12 او 13 فص مثلا زي كده. دقيهم في الهون او افرميهم وانزلي عليهم بمعلقتين من الزيت، معلقتين كبار من الخل، وكمان معلقه كبيره من الكزبره على كمون الاتنين مع بعض، نص معلقه كبيره من الملح ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود. ودي كل التوابل اللي احنا بنضيفها للكبده، مش بنضيف اكتر من كده. احنا عايزين يا جماعه نحس بطعم الكبده واحنا بناكل، فما بنكترش التوابل. نصيحه يعني، دي التوابل المظبوطه للكبده. بتقلبيهم كده وبتنزلي بنص التتبيله دي على الكبده بتاعتك، وبتعيني النص التاني على جنب. هنشوف هنعمل بيه ايه. المهم دلوقتي ان انت التتبيله دي ادعكي الكبده بتاعتك كويس قوي بالتتبيله، وسيبيها في التتبيله دي مده، يعني كل ما عادت اكتر كل ما اتشربت اكتر يعني، بس اقل حاجه ساعه، مش اقل من ساعه يعني. انا ما قعدتش معايا كتير في التتبيله، يا دوب ساعه وهبتدي اسوي فيها. بالنسبه للخضار اللي احنا هنضيفه عليها، عندي قرن فلفل احمر كبير، وعندي 4 قرون فلفل اخضر بلدي. مش بستخدم الاخضر يعني، يفضل يكون البلدي، البلدي يبقى طعمه احلى وطعمه اقوى من الفلفل الرومي. انا يومها كان عندي فلفل اخضر رومي بس ما استخدمتوش. الفلفل البلدي بيدي طعم احلى كتير للكبده الاسكندراني. طبعا كميه الخضار دي على حسب ذوقك وعلى حسب ما انتي حابه. انا يعني عن نفسي بحب الخضار ده كتير، لاني انا بسيب الكبده وباكل الخضار. فانتي بقى عايزه تكتري عايزه تقللي براحتك. بتقطعي الفلفل بتاعك جوليان بالطول، وكمان الفلفل الاحمر بتقطعيه بنفس الطريقه، بس الاول بتشيلي الحتت البيضاء او الاجزاء البيضاء اللي من جوه دي وبتقطعيه بنفس الطريقه. بتجهزي الحاجه بتاعتك دي كلها قبل ما تبداي في تسويه الكبده. خلاص الخضار بتاعنا جاهز والكبده متبله وكل حاجه. هنروح بقى على النار، طاسه تكون واسعه تمام تسخن جدا، وهنزل عليها بنص كوبايه من الزيت النباتي. نص كوبايه يا جماعه، يعني احنا عايزين برضو الزيت يكون كتير شويه علشان الكبده ما تنزلش ميتها. اول ما الطاسه تسخن جدا انزلي بباقي التتبيله اللي احنا سبناها على جنب، وبسرعه بسرعه قلبيه. مش عايزين الطاسه سخنه، فاحنا مش عايزين الثوم يتحرق او الكزبره والكمون كمان يتحرقوا عشان ما تمررش. فخليكي سريعه في الخطوه دي. اول ما تنزلي بالتتبيله قلبي تقليبه على طول، وانزلي بالكبده بتاعتك على الطاسه. فافرديها كده في الطاسه وما تقربيش منها خالص خالص، الا لما يعني تلون من تحت وتاخد كراست حلو، وكل يعني اللون من تحت كله يغير، يعني كل اجزاء الكبده من تحت كلها تغير. في المرحله دي ابدأي اقلبيها. ليه بقى؟ احنا يعني ما تفضليش تلعبي في الكبده كتير وتحركي فيها كتير، هتنزل الميه بتاعتها وهتجلد وتبقى ناشفه معاكي. بصي اول ما توصل للمرحله دي بتبدأي تقلبيها على الناحيه التانيه علشان تاخد لون من جميع الاتجاهات. وتلاحظي طبعا الطاسه ما فيهاش اي يعني كبده مش منزله اي ميه. بصراحه الطاسه الزهر دي ما بتخلي يعني تسخن جدا، بتخلي الحاجه تحتفظ بالعصاره بتاعتها جواها. انت بقى استخدمي اي طاسه تكون قاعدتها سميكه، مش لازم طاسه زهر يعني، وتسخن سخنيها كويس قوي. ده سر الكبده، انها تفضل طريه وجوسي معاكي. خليها تاخد لون من جميع الاتجاهات لحد لما توصل للمنظر ده.
وفي المرحله دي بقى ابداي قلبيها علشان تستوي من جميع الاتجاهات. المفروض مده التسويه في المرحله دي ما تزيدش عن 6-7 دقائق بالكتير يا جماعه. لو سبتي الكبده كتير على النار برضو بتشد وتجلد معانا. بعد مرور 6 دقائق او 7 دقائق انا ضفت الخضار علشان يكمل مع الكبده كلها على بعض. توتال مده التسويه بتاعتها ما بتكملش 10 دقائق، مش اكتر من كده. لو اتسابت اكتر من كده، وبالذات الكبده الاسكندراني رفيعه يعني هي مش بتاخد وقت في التسويه، هتشد معانا وهتنشف. انا غطيت هنا علشان عايزه الخضار يتكتم كده او يتحبس جوه الطاسه ويدبل لي الخضار. عايزه البخار يتحبس ويدبل لي الخضار، انا مش عايزه الخضار يستوي، انا عايزه الخضار يدبل بس، عايزاه يبقى فيه قرشه، يعني مستوي بس فيه قرشه، مش مستوي ومهري مع الكبده. يا دوب 4 دقايق الخضار، وبعد كده بكشف عليه وبقلب وبطفي النار، وعصرة ليمونه كده على الكبده، وابدأي قدميها وكليها بألف هنا وشفا. احلى طاسه كبده اسكندراني ممكن تجربوها. لو جربتوها بالطريقه دي عمر الكبده ما هتشد معاكم، عمرها ما هتبقى ناشفه، هتاخدي طعم وتتبيله زي ما بتاكليها بره بالظبط. شايفين الكبده كده يعني وانا بقطعها كده حاجه في منتهى الجمال. يومها انا قدمت جنبها بابا غنوج، سلطه بابا غنوج، وعملت كمان شويه مكرونه اسباجيتي. انت بقى قدميها بالطريقه اللي تريحك. وطبعا الكبده ما تحلاش غير بالجرجير. قدميها سندوتشات براحتك خالص. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم. ما تنسوش لايك للفيديو وشير واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.